في الحلقة العشرين من التعريف بالصحابة غير المشهورين نتكلم عن الصحابي الأنصاري المهاجري ذكوان بن عبد قيس، صحابي جليل بدري عقبي رضي الله عنه وأرضاه. خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن فأسلما ولم يقربا عتبة، مع أنهما ما جاءا إلى مكة إلا لأجل عتبة، ثم رجعا إلى المدينة بالإسلام وبالقرآن، فكان أول من قدم بالإسلام إلى المدينة. ذكوان بن عبد قيس رضي الله عنه شهد العقبة الأولى والثانية، ثم خرج من المدينة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، كان المؤمنون يهاجرون من مكة إلى المدينة، لكن ذكوان هاجر من المدينة إلى مكة في زمن الضعف. كل ذلك فعله عظم الحب، حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء من المدينة إلى مكة في زمن الضعف، ترك بيته وأهله وداره وعياله وجاء إلى مكة ليكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش في مكة حتى إذا جاء موعد الهجرة هاجر مرة أخرى من مكة إلى المدينة، فهو المهاجري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أيضا أحدا واستشهد فيها. قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق، ضربه فقتله، فلما رأى علي بن أبي طالب أبا الحكم بن الأخنس بن شريق قد ضرب ذكوان وقتله، أهوى بسيفه على فخذ أبي الحكم فقطعها، ثم ثفف عليه بسيفه فأهلكه وقتله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب أحدا لسد ثغرة يوم أحد، فقال ذكوان: أنا لها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ خضرة الجنة بقدميه غدا فلينظر إلى هذا، أي إلى ذكوان. فعلم حينها ذكوان أنه مقتول في هذا اليوم في أحد، فانطلق إلى أهله يودعهم، فتمسكوا بملابسه، فلما جاوزهم التفت إلى زوجته وبناته وقال: موعدكم يوم القيامة. ثم قتل في أحد واستشهد فيها رضي الله عن ذكوان وأرضاه.